جايبه لكم معايا وصفه جديده للكفته وهنعملها بالكرنب الابيض والجزر. انا هنا معايا بصلايه ومعايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وهاخد كمان نص الكرنبايه ديت وثلاث جزرات، وهبدا كده ابشرهم زي ما انتم شايفين. ونجيب بقى طاسه فاضيه ونحط فيها معلقتين زيت زيتون وننزل عليها بالبصل وتقلبتين، وبعد كده نحط الجزر زي ما انتم شايفين وتقلبتين، وننزل بقى بالكرنب. نروح بقى ونتبل الكفته وهنحط كده شويه التوابل دولت، وهكتبها لكم في اول كومنت، وكمان هنزود عليها بيكنج باودر وليمون. خطوه الليمون والبيكنج باودر دي انا ما بستغناش عنها في اي وصفه كفته. يلا بينا بقى نعمل كل ده خلطبيطه كده ونبدا نصبع الكفته زي ما انتم شايفين بالطريقه الحلوه دي. نجهز بقى الطاجن اللي هيخش معانا الفرن. هنا انا حطيت بطاطس وبعد كده عليه طرنشات من الطماطم. بعد ما نخلص رص الطماطم والبطاطس هننزل كده عليهم بشويه زيت زيتون ونبدا نرص الكفته زي ما انتم شايفين. بقى نجهز الصوص بتاعنا ومعلقتين من الصلصه ومكعب مرقه ومعلقه توم، ونزودهم شويه ميه ونبدا نوزع كده بقى على الصينيه. هنا بقى بعد دخولها الفرن ساعه ونص على درجه حراره 180، وكانت ريحتها والله طعمها بجد كانت تحفه وحلوه جدا جدا وهتعجبكم. وما تنسوش